السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسفة جدا لصوتي، أنا واخدة دور برد جامد جدا ومش عاوز يمشي. الحمد لله. بص، أنا كده كنت لسه جاية طالعة من السوق. جبت طبعا الحاجات اللي هعمل بيها الأكل وطلبات للبيت وكده. بص بقى، ماما ادتني 300 جنيه. قالت لي خدي بقى ايه التحدي ده، 300 جنيه. هتعملي بيهم اكل. قلت لها يا سلام، ده انا اجيب لك منهم باقي كمان، ده انا هفوض منهم. قالت لي لا والنبي ما تفرحيش قوي كده، انت هتعملي لنا منهم يا فراخ يا لحمه. قلت لها تمام، ها وبعدين؟ قالت لي وخضار وفاكهه. قلت لها ما شاء الله. قالت لي في البيت نقص طلبات ومنظفات. قلت لها الله اكبر. قالت لي وهاتي لي ممسحه كمان. بمسحها للحمام. قلت لها بسم الله ما شاء الله. وبعدين؟ قالت لي ايوه وريني بقى شطارتك، واطلعي انزلي تشقلبي بال 300 جنيه ديت. ما ايه ماليش دعوه. قلت لها ماشي يا ماما. خدت الفلوس، طلعت طبعا على مين؟ السوق. فيعني هو ايه خير منقذ السوق، تبقى الحاجه متنوعه وكتيره وجميله وصبحه. جبت، فكرت قلت اجيب ايه. جبت بني. جبت كيلو من البني. طبعا يا جماعة البني ما هوش رخيص، ولا في حاجة دلوقتي رخيصة خالص. طبعا بيطلعش لوحده كده، برضو ليه طلبات وليه حاجات، وفي حاجات تانية للبيت. زي ما انتوا شايفين انا بفضل حاجة اهوت. جبت دقيق علشان البانيه. جبت دقيق. جبت بقسماط ناعم. جبت المقرمشات بتاعته اللي هي عاملة زي الفيجيتار كده، اللي هي بتبقى سايبة ديت. جبت بيض. آه، توابل. جبت ممسحة زي ما ماما طلبت. يعني هي عايزة تعمل كل حاجة. كل حاجة في 300 جنيه. جبت لها الممسحة زي ما طلبت بقى طلباتها، يعني أوامر. جبت إيه اللي أنا بفكه ده يا جماعة؟ ديت دي شنطة البني. جبت طماطم وخس كابوتشي. للسلطة طبعا طبعا البانيه ده لازم السلطة. مكرونة. جايباه بصوا صابح وجميل جدا جدا، والا الفراخ، لو الفراخ دي مش صابحه والله ولا تخش بيتنا ولا ناكلها. يعني بالذات الفراخ لازم نجيبها تبقى صابحه ولسه مدبوحه وجميله. انا جبت بقى يوميها، قلت هنجيب مكرونات عشان خاطر احنا ايه عملنا رز كتير قوي الفتره اللي فاتت. يعني بنعمل مع البانيه الرز الاصفر المبهر، انا وماما بنعمل رز اصفر مبهر بيبقى جميل قوي قوي جنب البانيه. بيبقى مميز وحلو، بس ايه قلنا بقى لا نغير بقى شويه. جبت مكرونات. جبت مكرونه قلم، احنا كان مكرونه قصدي مقصوصه، احنا كان عندنا قلم. فماما قالت لي لا هاتي مقصوصه بقى نفسنا ناكلها. قلت لها ماشي. اهي يا جماعه انا بفضي فيها اهي. آه، دوت شويه منظفات كده على الماشي، حاجات بسيطه كده للبيت اهو. بجيب حاجات سايبه نوعها حلو على فكره. سايبه حاجات منظفات سايبه بس جميله جدا ونوعها حلو. بصوا هنا هتلاقي المشهد، انا ملخومه بايه الموبايل، انا بصور حطاه على الرخامه. حطاه عشوائي كده سنداه من غير ستاند. احنا جبنا ستاندات كتير وقليل بيتكسروا لان هم هايفين. فانا ايه عماله اشيل واحط في الحاجه، مش عارفه اظبط التليفون وايه. التصوير بصراحه عدم الستاند لخمني. برسيل بقى وبتاع دوت مسحوق جيلي يعني ودوني وحاجات زي كده اهو. بس كده نشيل بقى عشان ايه الاكل ما يبقاش ريحته تكرف منظفات. بصوا ادي البانيه اهو يا جماعه، وعمل كميه حلوه قوي ما شاء الله. الخس الكابوتشي، وجبت استفندي اللي هو بتاع العريش ده مسكر قوي وجميل سكر والله. وجبت موز. شفتوا والله العظيم انا لقطه يا جماعه. بصوا جايبه فاكهه كمان. اهو طماطم وليمون توابل. لا حاجات كتير. نبدأ بقى ايه بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة جبتها العادي خالص التقليد اللي كل الناس بتعمله، الطماطمايه والبصلايه وقرنين الفلفل في الخلاط اهو. وبق خلي كده اهوت يمشي الحال اهو.
الحال ما مشيش في الخلاط، والله بدي بق ميه صغنن قوي قوي واضرب اهو زي ما انتوا شايفين. حطيت بق ميه صغير كده وبضرب، حطيت فضيتهم على البانيه. بس اسكت ما اسكتش طبعا مش هينفع، لازم نحط شويه حاجات، ايه شو نحط التوابل بقى. نحط الملح، الفلفل الاسود، البهارات دي على مزاجكم، يعني على حسب الذوق. والله دي مرقه بودر انا حابه احطها للبانيه بتخليه حلو قوي. شطه حمراء، آه، آه، توم بودره. ده توم بودره يا جماعه اللي انا بحطه، ده توم بودره اهوت. لو مش موجود خلاص ولا عادي مفيش مشكله، مش هيبقى وحش، هيبقى حلو وكل حاجة. لو في سنة جنزبيل اهو، انا بحط سنة جنزبيل مش بكتر. لو في بصل بودرة وبابريكا يا سلام. يعني انا حطيت هنا ملح وفلفل اسود وشطة حمراء وجنزبيل وتوم بودرة ومرقة بودر. بصوا لو ما فيش، بصوا يا جماعة، لو ملح وفلفل اسود بس وشطة عادي والله هتطلع زي الفل. جايبه دوت مقرمشات زي الفيجيتار والحاجات دي، بتبقى سايبه كده عند العلاف، بتدي قرمشه حلوه قوي للبانيه. آه، اهو بصوا كل الكلام ده شامل ال 300 جنيه، شفتوا بقى. المهم حطيت عليهم بقسماط ناعم، حطيت دقيق ميكس، خليط كده ما بين الدقيق والبقسماط واللي هي المقرمشات دي، هي اسمها مقرمشات البانيه. تمام. نقلبهم بقى كويس مع بعض. لو ما حطيناش المقرمشات دي عادي هيطلع بانيه برضو كل حاجة، بس هي بتزيد القرمشة كده وبرضو بتحليه. انا بعمل ايه بقى؟ انا بحط ملح، بحط فلفل، بحط توم بودرة، بصل بودرة، بابريكا، جنزبيل. الحاجات اللي انا حطيتها في الخلطة انا بحطها تاني في مين؟ بحطها في الكفر او في الغطا اللي من بره، في الغطا اللي بغطي بيه البانيه والمرقة البودر وكل حاجة. اقلب كويس جدا بقى كده، بصوا ادي تقليبه محترمه عشان الملح والحاجات اللي انا ايه حطاها ما تكتلش في مكان واحد، علشان كله يبقى متناغم كده مع بعضه. وطبعا البانيه مش محتاج، يعني مش محتاج، كل الناس عارفاه وبتعمله، بس احنا ايه يعني بنتشارك الافكار مع بعض مش اكتر. بجهز للمكرونه، انا حطيت ميه كده للسلق المكرونه، واجهز للصلصه، بضرب الطماطم كده في الخلاط. هعمل ايه بقى؟ انا ساعات بعملها ببصل وساعات بتوم وساعات ببصل وتوم مع بعض. لا يعني المرة دي عملتها فاضية، صلصة من غير حاجة كده رايقة. حطيت الزيت سخن جدا جدا، حطيت عليه الطماطم اللي هي ايه ضربتها في الخلاط. حطيت شوية ملح بس، وشوية فلفل اسود اهم، ومكعب مرقة. يلا دلعوا الحاجة كده تتدلع اهي، مكعب مرقة. لو مش عايزين تحطوا المرقة عادي برضو. الصلصة والله كل ما نبسط فيها تبقى جميلة على فكرة. هحط شوية ملح، ايه حطيت ملح كده في صلصة قصدي في مية السلق المكرونة. إيه، وهحط بقى انزل بالمكرونة. طبعا الملح ده بيبقى مهم عشان ايه؟ لو ما حطيتوش المكرونة تبقى دلعة، هتفضل دلع مش هتبقى حقيقة خالص ولا هتبقى متملحة خالص. انا حطيت كده واقلب على طول، اول ما تنزل المكرونة اقلبها عشان ما تكتلش. اه ولا حطيت زيت ولا حطيت حاجة في مية السلق والله. ومكرونة سايبة نوعها يعني مش ممتاز قوي والله، وبعرف اتعامل معاها الحمد لله وبتطلع جميلة جدا. زي ما انتوا شايفين اهو الصلصة غلت الحمد لله. حط كده شعلة عليها الصلصة وناحية تانية عليها المكرونة تتسلق علشان ننجز. المكرونة اهي بصوا بالواحدة، بالواحدة تحفة. انا بصفي المكرونة وهي سخنة، ما بشطفهاش، ما بشطفهاش لان طعمها بيغير وبتبقى عاملة زي العيش. انا بعد ما بتتسلق كده اقوم مصفيها وهي سخنة، وارجعها الحلة تاني بسخونيتها، اديلها معلقتين زيت كبار كده او 3 معالق زيت والفها بيهم اقلب، تبقى جميلة قوي. جبت كده هوت ايه يعني 3 بيضات تقريبا كده، حطيتهم على على البانيه، على التتبيله، فوق التتبيله اللي انا هعملها، اللي انا عملتها بالفعل. بصوا بقى يا جماعه، لو مش عايزين تحطوا بيض والله يبقى عملتوا خير،
لان بص هو طعمه جميل جدا، بس والله من غير بيض برضو حلو، ماشي حاله، وبيبقى توفير وفي نفس الوقت بيبقى جميل جدا. انا المره دي بصراحه عملت حطيت عليه بيض، طالع حلو جدا وجميل. انا اقصد اقول لكم كده ماشي وكده ماشي، كده ماشي وكده شغال، مش عايزين تحطوا بيض هيطلع جميل وزي الفل. قلبت البيض، طبعا بنزل على البيض بسنه فلفل اسود حلوه كده وسنه ملح صغننه، ما كترش يا جماعه. خلي بالكم الملح، الملح ده ممكن يبوظ اكله، ممكن يبوظ عزومه. الملح ده هو اهم حاجه في الاكل، انكم تظبطوا الملح. بحط كده ايه، حطيت البانيه في الخليط اللي انا عملته. على فكره احب احط الملح بايديا، محبش احط الملح بمعلقه. الايد ميزان، ما بين صوابع ايديكوا كده في الملح بالذات تعرفوا تبتدوا تظبطوا الملح. اهو. باجيب بقى ايه صينيه كبيره كده وبحط فيها البانيه، وبتقل ايدي عشان بس الغطا بتاعه كده ما يخلعش منه. بصوا يا جماعه بقى، انا ايه، انا هقلي شويه على قدي انا وماما ومكه. وبعدين الباقي ده لما اخواتي يبقوا يجوا بقى من شغلهم بالليل، هبقى اقللهم ايه سخن. فانا هعمل كام واحده مش هكتر، والباقي هشيله لما اخواتي يجوا. على فكره ما شاء الله عمل كميه محترمه، كميه جميله جدا. وانا بقى بعمل ايه، بقسم الواحده على 2، باخد كل بنهايه كده بقسمها على 2، بتدي منظر حلو زي الستريبس، وكمان بتبقى ايه بتوفر وبترمي كتير. بصوا انا بحط عن ماما، اتعلمت الموضوع ده عن ماما، وماما من اوائل الناس اللي عملت اللي هي استخدمت انها تنزل البانيه او السمك او اي حاجه بتتقلي في الميه اهو. وفي ناس كتيره قلدتها على اليوتيوب على فكره، يعني اسماء مشهوره جدا، اسماء ستات مشهوره جدا في اليوتيوب قلدت امي. بصوا بقى ايه البانيه اهو زي ما انتم شايفين، الزيت رايق وجميل جدا جدا. ليه بقى؟ عشان حركة المية، حركة المية بتخلي الزيت ده ما يتحرقش. عارفين لو انا ما نزلتوش في المية كان زمان الزيت ده ارموه بقى من اول طاسة، ارموا من اول طاسة، والزيت غالي يا جماعة. برضو ما الواحد يحافظ على النعمة ويحافظ على الحاجة، ربنا يعني ايه بيديمها. بصوا القرمشة مش اقول لكم فظيع، والله العظيم بني جميل جدا جدا بالهنا والشفا. طبعا كل الناس عارفة طريقته، بس اللي ما يعرفش يجرب الطريقة الجميلة السهلة دي. انا فضلت ان انا احط الصلصة على المكرونة من فوق كده، بتدي طعم حلو احلى، والله بتدي طعم احلى ما نقلبها كلها مع بعض، وبتفضل معانا بالطلب كده، نحط بالطلب لكل حد بتفضل قاعدة. عارفين لما بنقلبها سوا كلها كده وتقعد كمان شوية محدش بياكلها. عملت طبق سلطة كده بره الكاميرا، واتبقت كمية بانيه جامدة قوي كبيرة لاخواتي بقى لما زي ما قلت لكم لما يجي اقلها لهم. وادي البانيه المقرمش الجميل تحفة، لونه ذهبي وريحته وطعمه ما اقولكوش. السلطة اهي. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انا قدرت اتصرف وقدرت اعمل اكل كويس. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك، واشتركوا في القناة، شرفونا باشتراككم، زوروا قناتنا عشان يوصلكوا كل جديد. والعصير الحلو بقى عملت ميكس جوافة بموز بلبن، ده كده هو اتعملته. وبعدها بشوية عملت بقى ايه دور شاي محترم. الف هنا وشفا على قلبكم. حطوا لايك يا جماعة واشتركوا في القناة. احلى عصير اهو، دلقت العصير. بألف هنا وشفا. يا رب الفيديو يعجبكم بجد. مع ألف سلامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حطوا لايك.